مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل، وهذا عنوانه: الشرطة القضائية بالعيون وقرسيف بتعاون مع المخابرات المغربية تلقي القبض على أشخاص تمكنوا من إدخال أجهزة إلكترونية متطورة بغرض الغش. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساش دير جيم واشترك في القناة باش تكون انت الأول اللي كيتوصل بالأخبار المغربية أولا. إلى التفاصيل. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من العيون وقرتيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليتين منفصلتين من توقيف 3 أشخاص متلبسين بحيازة وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية مهربة. مصدر أمني أوضح أن العملية الأولى المنجزة بمدينة العيون أسفرت عن توقيف تلميذ ومتدرب بالتكوين المهني يبلغان معا من العمر 21 سنة، وهما في حالة تلبس بترويج أجهزة مهربة بغرض استعمالها، حيث تم العثور بحوزتهما على هاتفين محمولين و5 أجهزة وبطائق من نوع VIP، علاوة على سماعات لاسلكية دقيقة و200 وبطارية صغيرة خاصة بالسماعات. أما العملية الثانية التي بشرتها السلطات القضائية بمدينة قرسيف يوم أمس أيضا، فقد مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج جهازين مهربين من نوع VIP وسماعتين و33 بطارية وسلك للشحن. تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لإجراءات البحث القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف ترويج أجهزة مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.